تخيل يا صديقي لو قلتلك انك ممكن تبني قوة جبارة تحسن مرونتك وحرفيا تشرح شكل جسمك من غير ما تخش جيم ولا تستخدم اجهزة ولا اوزان. انت بتستخدم جسمك وبس. طبعا زمانك بتقول دلوقتي دي خرافة. لا يا صديقي، دي حقيقة وفي ناس كتير جدا بيعملوها وعملاء معانا احنا شخصيا. فالنهاردة هنفهم ليه الكاليستانكس من اقوى انظمة التمرين اللي ممكن تشتغل عليها. الكاليستانكس يا صديقي مش بس حركات استعراضية زي العقلة او الماسل ابس، دي طريقة تمرين بتبني قوة حقيقية ومرونة وتحمل باستخدام وزن جسمك بس. يعني لو بصينا حوالينا الوحدات العسكرية وبتوع الجمباز ومقاتلين الفنون القتالية، كل دول بيعتمدوا على الكاليستانكس، ودي مش صدفة خالص. واحلى حاجة انك ممكن تتمرنها في بيتك او في اوضتك او في الجنينة بتاعتك. انت مش محتاج تدفع اشتراك جيم ولا حتى معدات غالية، انت بس جسمك والجاذبية الارضية. وفي اغلب الاوقات الاوزان بتعزل عضلة معينة، لكن الكاليستانكس بيشغل جسمك كله ككتلة واحدة. فانت لو شايف ان تمارين وزن الجسم ضعيفة او مش مكفية، فكر تاني يا صديقي. انا ما بخسش حق الحديد، لكن الكاليستانكس فعلا بيدي قوة رهيبة. اول حاجة يا صديقي ان الكاليستانكس بيدي قوة وظيفية رهيبة، والقوة مش بس انك تشيل تقيل في الجيم، لا هي انك تبقى قوي في الحركات اللي بتستخدمها كل يوم. كل تمرين في الكاليستانكس بيشغل عضلات كتير مع بعض، ودي بتقوي الدفع والسحب وبتزود الثبات وبتحسن وضع الجسم وبتشغل البطن، وكمان بيديك عضلات بطن في حتة تانية خالص. وهتصدقني او لا، فكل تمرين في الكاليستانكس بيشغل البطن حرفيا، زي معظم الاجهزة اللي في الجيم اللي بتعزل كل عضلة لوحدها. الكاليستانكس لازم البطن تشتغل علشان جسمك يثبت. تمرين زي دراجون فلاجز ده بياخد قوة البطن لمستوى تاني خالص. حتى السكوات والبوش اب العادية بتحتاج مجهود في البطن خرافي، بيديك مرونة وحركة في الجسم حرفيا خرافية. هو صديقي مش بس عضلات، لازم تكون مرن وتتحرك صح وبسرعة كمان. الكاليستانكس بيحسن مرونة المفاصل وبيخلي حركتك احسن وامن اكتر. تمارين زي التمارين دي بتقوي الظهر وبتقوي العمود الفقري وبتخلي جسمك مرن في نفس الوقت. رابع حاجة وهي حرق الدهون وبناء العضلات في نفس الوقت. بدل ما تضيع وقتك يا صديقي على جهاز الجري، التمارين المكثفة في الكاليستانكس بتحرق دهون بشكل خرافي. تمارين زي البوش اب او السكوات ده بيفجر حرفيا وبيحرق دهون خرافية، وده هيخلي معدل الحرق عندك عالي طول اليوم. خامس حاجة يا صديقي وهي ان مفيش معدات، يعني انت ما عندكش حجة تانية. اكتر حاجة بتخلي الناس فعلا انهم يتمرنوا كاليستانكس انه ما بيحتاجش اي حاجة. التمرين حرفيا في اي وقت وفي اي مكان، والبيت كله بيتحول لجيم في لحظة واحدة. يعني باختصار الاعذار راحت، مفيش بقى ملحقتش الجيم ولا الجهاز كان مشغول. يعني انت لو ما اتمرنتش هيبقى العيب عليك انت يا صديقي، وده اللي بيبني عندك حاجة كويسة جدا وهي الالتزام، والالتزام ده هو اللي بيجيب النتيجة. سادس حاجة وهي ان الكاليستانكس مناسب لكل المستويات، من المبتدئ للمحترف، والكاليستانكس بيتطور مع مرور الزمن. لو انت مبتدئ عادي جدا انك تلعب انكلاين بوش ابس وسكواتس، وده عادي جدا سهل. لو انت متوسط اشتغل على الديبس والبول ابس والبوش ابس، ولو انت محترف حاول تلعب وان ارم بوش ابس او بلانش. انت كده مش هتحتاج تزود وزن، انت محتاج بس تركز في صعوبة التمرين نفسه. سابع حاجة وهي فوائده في صحة المفاصل وتقليل الإصابات. عكس الأوزان التقيلة اللي بتضغط على المفاصل، الكاليستانكس أرحم بكتير جدا في حوار المفاصل ده. بيعلمك الحركة الصح وبيقوي العضلات اللي بتثبت المفاصل وبيقلل خطر الإصابة من الأساس. بس خلي بالك برضه يا صديقي، لو لعبت غلط أو زودت على نفسك ممكن برضه تتعور ويحصل لك إصابة. بس بشكل عام هو أكتر أمانا من شيل الحديد العشوائي. يعني باختصار يا صديقي، الكاليستانكس مش مجرد تمرين وخلاص، دي حرفيا هترفع جسمك لحتة تانية خالص، تديك قوة ومرونة وتحمل حقيقي. وعادي جدا إنك على المدى البعيد تدمج بين الجيم والكاليستانكس. فعلا ده هيغير جسمك في وقت قليل جدا، وبالذات لو انت عايز تخس في الوزن. وده لاننا في ورك اوت ان فيت حصل عندنا تحولات كتير جدا من البيت بس،
وباستخدام وزن الجسم او باستخدام اجهزة بسيطة جدا او حتى دنابل صغيرة. بس خلينا نتكلم في موضوع كان لازم اتكلم فيه وافهمكم بكل بساطة. بص يا صديقي، في ناس كتير بتحب تعمل حرب وهمية بين الجيم وبين الكاليستانكس، مين الاقوى ومين احسن ومين الصح ومين الغلط. بس الحقيقة ان مفيش حرب اصلا. الجيم والكاليستانكس مش اعداء، دول بس طريقتين مختلفين لهدف واحد، وهو انك تبقى اقوى وشكلك احسن واصح. في الجيم عندك اوزان بتساعدك تبني عضل وتتحكم في التمرين وتتحكم في شكل جسمك، لكن في الكاليستانكس جسمك هو الجهاز او الآلة، بمعنى ان التمرين بيعتمد على التوازن والتحكم والمرونة. بس الاتنين يا صديقي بيكملوا بعض، ما بيتعاركوش. لو هدفك تبني عضلات وتشرح شكل جسمك فالجيم ممتاز جدا، ولو هدفك تتحكم في جسمك وتبقى خفيف ومرن فالكاليستانكس حاجة رائعة جدا. ولو اجمعت بين الاتنين يا صديقي فانت كده بتاخد القوة والمرونة وشكل الجسم الحلو. المهم دلوقتي مش الطريقة اللي وصلت بيها للمرونة والقوة وشكل جسمك الحلو، المهم انك تتحرك وتتمرن وتاكل كويس وتعيش بصحة احسن. المهم انك توصل لافضل نسخة من نفسك بأي طريقة تريحك. ودلوقتي حالا هعرض عليك شوية تمارين تقدر تعملها من البيت هتحسن من شكل جسمك، ولو عايزنا نساعدك